انا وفيت النذر اللي عليا ده باسم عيله صومعه الجرحي وباسم كل واحد هيشوف وهيتفرج وهيتفاعل وحضر معايا المشكله او حتى ما حضرش او حتى مهتم انه يسال انا فين او حتى مش مهتم. ربنا يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم وحسنات كل اللي هيشوف وهيامن من ورايا ويقول اللهم امين. اللهم بارك فيه يا رب العالمين، وبارك له في عمره رب العالمين، وبارك له في صحته رب العالمين. بسم الله الله اكبر. انا مش عارف هجيبها لكم ازاي. انا عشت اسوأ 31 ليله في حياتي والنهارده بس قسما بالله اترد فيا الروح، وكنت نادر انفذه لو ربنا نصفني، والف حمد وشكر ليك يا رب على النصر والرزق من كرمك وفضلك علينا. قسما بالله كل امتحان بيدعكك في الدنيا دي ربنا بيربيك فيها ويقويك، وكل محنه فيها منحه، برغم ان الفرق بين الكلمتين هو مكان حرف النون. اولهم ربنا بيقربك ما بيبعدك، ثانيا بيربيك على تقدير قيمه النعم اللي في ايدك مش لازم تقدرها بعد فوات الاوان، ثالثا بيكشف لك وشوش جديده كدابه ومظاهر خداعه وطبطبه شماته متداريه في الصعبانيات، عشان بعدها تطلع من المحنه وانت معاك منحه ربانيه انك تكنس من حياتك كل الناس اللي ملهاش لازمه، او بمعنى ادق كل الزبالات اللي فيها، وتغير اماكن اشخاص كتير في حياتك من عليها لوطيها، عشان تطلع بعد المحنه وانت معاك المنحه الكبيره اللي بتبقى عارف من خلالها مين معاك ومين عليك. ما هو لما تتقفل كل صفحاتك اللي فيها اكتر من 3 مليون من عيله صومعه الجرحي، وتلاقي نفسك كل حاجه راحت منك، تعبك وسهرك وشغلك وشقاك وعرقك وكل حاجه حرفيا، وتقف بيك الحياه وتلاقي فجاه كل الوشوش اللي بالزبده تبدا تسيح، وعلى كل الحقائق تبدا تكشف لك. وشوش لناس من لحم ودم وقفوا من بعيد يتفرجوا وهم بيضحكوا ويقول ادي اللي بيقول كان وكان وكان، وربنا اثبت لي بالمحنه ان تعب افكارهم من زمان، مع اني والله ماشي في حالي، لكن اتضح ان هم كمان في حالي. مشاهير وكلكم عارفينهم وكنا بنقول عليهم حلوين، طلعوا زيهم زي غيرهم بتوع مصلحتهم، شافوا من بعيد قالوا لك سلام عليكم الا شخص واحد، وهقول لكم عليه بالتاكيد في نهايه الفيديو. وصدقت يا نفسي لما قلت في يوم من الايام المحنه بتعرفك مين ناسك ومين داسك. المحنه بتغربل بيها كل ايد اتمدت عشان تساعد، وكل ايد اتمدت برضو عشان تغرقك، وما تستغربش لو ما لقيتش ايادي من الاساس، بالعكس ده رحمه ليك. اولهم ان معنى كده ربنا بيقول لك ان انا هتولى امرك، ثانيا هيكون ارحم 1000 مره من 1000 ايد تتمد عشان تتعب. المحنه بتختبر قوه صبرك على المر عشان تفضل دايما محافظ على الخط الاحمر اللي بين الحلال والحرام. المحنه بتختبر بيها من اول المفروض ترجع لهم في محنتك، ودايما لما بتختار بشر بتخسر، وبتكسب بس لما يكون اول من تلجأ له هو رب البشر. المحنه بتفكرك بقوه كلمه استغفرك ربي واتوب اليك واستغفر الله العظيم من كل ذنب هين كان او عظيم. وبما ان تخطيت المحنه بفضل الله، فحابب اتوجه بالشكر لله اولا واخيرا، اللي بفضله سخر ليا جند الارض ان هم يكونوا جنبي بالحب وبالود. عشان كده وجب الشكر لله اولا واخيرا، وما حبيتش ان انا ابدا باي حاجه غير لما اوفي النذر اللي عليا. اللهم اطعم من اطعم الناس، اللهم اسقي من سقاهم، واسعد من اسعدهم، اللهم تقبل منهم وتقبل عنهم، اللهم احسن اليهم كما احسنوا الى الفقراء والمساكين، اللهم استعملهم ولا تستبدلهم، اللهم امين امين. جزاكم الله خير. وحابب اقول لكم ان النذر اللي انتوا شفتوه ده مش هو كل النذر، لسه في جزء منه تاني، وده اللي هينزل تحت بند صومعه الخير 14، وربنا يتقبلها مننا اللهم امين. وهيكون بفكره احاول فيها ان انا اساعد كل الناس اللي بيعملوا اكل جوه البيوت او في المحلات البسيطه، هشتري منهم الوجبات اللي ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا اللهم امين، وابقى ضربت عصفورين بحجر. استمرينا في سلسله صومعه الخير، وبدل ما نعمل الاكل عشان نوفر جوه البيت بالكميات المناسبه، احنا هنشتري الاكل ده من المشاريع الصغيره سواء كانت في البيوت او المحلات الصغيره، وهندفع فلوسها، ويبقى نفعناه ووصلنا صوته لكل الناس، وضمننا ان الحاجه هتتعمل بما يرضي الله لاخواتنا. واول شخص احب اشكره بشكل الشخصي هو الاستاذ شادي من شي طيب، اللي ما تخلوش عني في المحنه، وبسبب ده انا دايما بحس ان في شي طيب ان انا في بيتي مش في مجرد منصه بقدم لهم فيديوهات للنشر. اشكر الغالي الاستاذ احمد عشره اللي ربنا سخره جند من جنود الارض اللي وقف جنبي، واللي من خلاله اتعرفت على شركه فيديوهات، الشركه اللي مقرها في امريكا ولكن بتخدم العرب والاجانب وبما فيهم المصريين بالتاكيد، واللي جزء من مهامهم السهله ان هم يحل المشاكل الصعبه زي المشكله الصعبه اللي انا واجهتها. فعشان كده حابب اتوجه بالشكر لشركه فيديوهات ان هم وقفوا جنبي في المحنه دي لحد ما رجعوا لنا المنصه من تاني، وده بالتاكيد هيخلينا الفتره الجايه باذن واحد احد ان التعاون ما بيننا وما بين شركه فيديوهات هيكون مستمر، لان بصراحه ما لقيتش اي شركه في مصر لا بيردوا عدل ولا بيكلمونا عدل ولا بيعبرونا من الاساس، برغم ان فيهم ناس كلكم اتفقتوا عليهم وعملتوا لي منشن ليهم كتير، ودخلت كلمتهم على ارقامهم وعلى منصاتهم، فيهم اللي طنش وفيهم اللي اتنك وفيهم اللي قال لي
انا اسف انا ما بشتغلش طول الفتره دي، وابقى اعرض عليا الملف بتاعك بعدين. يا عم روح ربنا يخليك في حالك ويوسع رزقك بعيدا عن وشي. حابب اشكر عمر عربي، وتقدروا تقولوا ان هو ده المشهور الوحيد اللي اول ما عرف ما تخلاش عني وتواصل بسرعه مع حد من معارفه لمحاوله مساعدتي في الموضوع ده. والحركه دي لوحديها تكفي وتاكد ان العشره ما بيننا اتبنت بالحب مش على المصلحه. عايز اشكر برضو الاستاذه مي بدران اللي طلعت معاها العمره لو تفتكروا، لان هي برضو اول ما عرفت سبحان الله من الناس القليله جدا جدا اللي عملت منشور عندها على الصفحه تبلغ بها الناس باللي حصل. فكتر الف خيرها ان هي برضو حاولت تساعد باللي تقدر عليه. ولو كان في مقدرتي قسما بالله ان انا اطلع عمره تانية اليومين دول عشان اشكر ربنا من قدام بيته كنت عملتها وكررتها، وبرضو مع الاستاذه مي. وبالتاكيد مش هننسى نشكر بن الحسيني لانه كان دايما بيدعمني بالكيف اول باول من ورا الكواليس طول فتره الاحداث اللي فاتت. بصراحه عليك شويه بن بيجوا في وقته. وحابب اشكر بشكل شخصي الاستاذ صهيب مالك شركه المحاسبه القانونيه المختصه بكل شؤون الضرائب على المنصه على دعمه ليا ووقوفه جنبي طول الفتره اللي فاتت. وطبعا بالتاكيد احب اشكر الاربعه خمسه اللي موجودين في حياتي على وقوفهم جنبي وايمانهم التام ان انا هقف على رجلي من تاني. وكل اللي احنا بنحاول نعمله ده قسما بالله انه ربنا بس يتقبلها مننا ويبعد عننا كل شر، اللهم امين. ويرحم امي واخويا واختي وابويا وامواتنا جميعا، ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يتيم. ومن هنا ورايح كل اللي جاي بالتاكيد ان شاء الله هيكون احسن من كل اللي فات. وما تنساش انك تتواجد معايا على المنصه الزرقاء والحمراء وتطبيق الصور والتيك. وحقيقي من كل قلبي شكرا لكل الناس اللي تمنت لي الخير من قلبها. اما النفوس السوداء تخليها تتركن كده في شله اللمه الكدابه بعيد عننا. مساء الزبده، اشوفكم على خير في فيديوهاتنا الجايه باذن الله.